الله 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 عليك يا ام عمر، تجنن تجنن، لازم تجربوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا كلكم طيبين ومبسوطين. معكم ام عمر بعثمان. اليوم ان شاء الله حنسوي فول مبخر، وحنسوي كمان تميس. يا جماعة حاجة كده خطيرة وروعة. انتوا حتستصعبوا كيف تسووا تميس يعني في البيت؟ لا، سهل جدا. يلا نشوف طريقته معنا. أول حاجة عندنا 3 أكواب من الدقيق، وهنحتاج معاهم شوية من الملح. بسم الله. ونحتاج يا جماعة ملعقتين من حليب البودرة، وهناخد كمان ملعقتين كبار من السكر. هناخد نص ملعقة من البيكنج باودر، ملعقة كبيرة من الخميرة. ولازم يا جماعة نقلب المواد الجافة مع بعض بهذا الشكل، ضروري ضروري. وعشان يكون التميس ناجح معانا وملمسه ناعم وهش، لازم تختاروا الدقيق يكون فيه نسبة البروتين تكون فيه عالية. كيف هتعرفوا هذا الكلام وكيف تقدروا تحددوا النسب؟ أحسن حاجة تختاروا دقيق يكون متعدد الاستخدامات، هذا أنسب حاجة عشان خاطر يقدر يكون معاكم شبكة جيلاتينية ويكون كده طعمه لذيذ ويكون حلو. وهنحط حوالي 3 ملاعق من الزيت بالشكل هذا، ونحط كمان ملعقة خل حتساعد على وجود عرق. وهنحط كوب موية بالتدريج، هنحط دحين كوب إلا ربع ونشوف. نبدأ نقلب. هنحط كمان، نقلب الين يتكون معانا زي الكورة كده وتكون كلها متماسكة في بعض. شايفين كيف تكونت معانا عجينة كورة زي الكورة كده بالشكل هذا؟ شايفين كيف؟ تفضلوا تعجنوا فيها الين تتكون معانا بهذا الشكل. بعدين ندهنها شوية من الزيت، وبعدين نسيبها ترتاح الين يتضاعف حجمها ونرجع لكم. وحنجيب مضرة، حنحط شوية من الزيت. عادي يا جماعة إذا ما عندكم تقدروا تستخدموا بدلها فخارة. وهنحط بصل أخضر مقطع صغير صغير بهذا الشكل. ونحط فصين من الثوم نحمسها كده. وهنحط حبتين طماطم مقطعين صغير صغير كده، ملعقتين صلصة، ونسيبها يا جماعة تذبل معانا وتتسبك بالشكل هذا. وفي المرحلة هذه حنحط البهارات. أول حاجة حناخد ملح حسب الرغبة، وحناخد فلفل أسود، شوية من الكمون. ونبدأ نقلب كل المكونات حقتنا بالشكل هذا. شايفين كيف تسبكت وصارت تجنن؟ حنبدأ ننزل كده الكمية حقتنا، علبة فول أو ما يعادل كوب فول، ونبدأ نقلبه بالشكل هذا كده. أنا اليوم حخلي لكم إياه صحيح، دايما بخلي لكم إياه كده يكون لين. وأول ما العجينة حقتنا اختمرت حنفرغ منها الهواء بهذا الشكل، وبعدين حنقسمها نصين. أنا قاعدة أفرغ منها الهواء دحين، وحجيب هذه وحنقسمها كده نصين قد بعض. وبعدين إيش نسوي؟ ناخد أول جزء نحطه كده على جنب معانا، وناخد هذا. طبعا أنا دهنت يدي من هنا بالزيت عشان ما يلصق. ونبدأ نفردها يكون سمكها زي كده. وحنجيب هذه ونخرمها كده عشان يكون تميس تميس. شوفوا كيف؟ ونحطها كده. بسم الله. وغطيها يا جماعة ونسيبها حتاخد حوالي 7 دقايق. التميس حقتنا جاهز، شايفين يا جماعة كيف؟ وآخر حاجة حنزين كده بحبات الطماطم، ونحط كمان شوية من البصل الأخضر. وآخر حاجة يا جماعة حنحط طحينة. يا سلام، شوفوا كيف الجمال. وبعدين نحط شوية بس زيت عشان يكمل الدلع كده والجمال.
اليوم قدمت لكم فول كده يجنن، قدمت لكم كمان مع تميس حاجة كده خطيرة وروعة وتستاهل فمكم. يلا كده ندوق أجمل حاجة كده يا جماعة لما تدوقوا. بسم الله، ونقلب طبعا كله أهم حاجة. شوفوا كيف حار. بسم الله. كان معاكم أم عمر بعثمان، استنوني في وصفات ثانية. أحبكم مرة، باي باي.